بسم الله. بدون اطالات او مقدمات نغوص في تفاصيل القضيه ديال هاد النهار. وفي نواحي ديال مدينه الرباط غادي يدخل واحد السيد عند دارك الملكي وهو مخلوع. سولو فاش يقدر يساعدو، قال لي يمكن تسرح الغنم ديالي في البلاصه الفلانيه. شويه وهي تبان لي واحد كرتونه كبيره، شويه كرتونه ديال شي مصبانه. كانت ديك الكرتونه مغلفه بسكوتش مزيان. جاني الفضول نعرف شنو فيها، حيت ما يمكنش شي واحد يخلي ماكينه ديال الصابون في الخلا. مشيت وبقيت مضارب مع السكوتش حتى حليت ديك الكرتونه، ولكن من بعد تمنيت تكون غير ما حليتهاش كاع. كنلقى فيها ميكا مسدوده. غير حليت الميكا وضرباتني واحد الريحه اللي خايبه بزاف، وفاش طليت كنت تصدم باطراف ديال بنادم. تخلعت بزاف ومشيت بالزربه، وصلت بهيمي للدار وجيت بلغتكم. في ديك اللحظه تسجل محضر السيد ومشاو مع عناصر الدرك الملكي لعين المكان. فعلا كيلقاو كرتونه ديال مصبانه او ديال ماكينه الصابون. فاش طلعوا كيلقاو اطراف ديال بنادم تماما كيف ما قال لهم المبلغ. تم تبليغ النيابه العامه على ان القضيه فيها تصفيه وحشيه، وجا الشرطه القضائيه والشرطه العلميه والتقنيه لعين المكان. داروا التقنيين الخدمه ديالهم من الاولين. عاد المختصين حاولوا يتاكدوا واش الجثه كامله، ولكن شي جزء اللي مفقود. المختصين فاش كانوا كيجبدوا الاجزاء من الكرتونه باش يتاكدوا واش الجثه كامله، حتى كيتصدموا بشي بلايص في الجثه كيبانوا بحال دارت لهم شي عمليه جراحيه اللي ما سالت بحتى شي نوع من انواع ديال تضمين الجروح. بحال اللي قلتي كل عمليه كتسالي بمجرد فتح الجروح. واكثر جزء كان في واحد الحاله اللي خايبه بزاف، هو البطن ديال الضحيه. المختصين فعلا كيلقاو الجثه مكموله، وكانت كترجح البنت في مقتبل الامر، ولكن كانت الحاله ديالها كتصدم ديال بصح، وما كان حتى شي تفسير منطقي اللي ممكن يبين علاش الضحيه كانت في ديك الحاله. بقاو المختصين كيقلبوا في ديك الكرتون ولقاو فيها واحد المحفظه مدرسيه كانت طايحه لتحت. عاده كانت الضحيه طايحه فوقها. المحفظه كانوا فيها شي كتب ودفاتر وادوات مدرسيه، وكان الاسم والنسب ديال البنت مكتوب في الصفحه الاولى من شي كتاب دفاتر، وكان كذلك شي تصاور عائليه كان مصوره فيهم الضحيه مع شي ناس اللي غالبا غادي يكونوا والديها، حيت التصاور كانوا فيهم واحد الراجل اللي كيبان في الخمسينيات من عمره، وكانت واقفه حداه واحد السيده كتبان في الربعينيات من عمرها، وكانت الضحيه واقفه وسطهم وكانت فرحانه، وكانت واقفه حداه واحد البنت اللي كتبان صغر منها. المختصين لاحظوا شبه في الملامح ديال كاع الاشخاص اللي في التصويره. داكشي علاش حطوا احتمال كبير على ان دوك الناس غادي يكونوا والدين ديال الضحيه، والبنت الصغيره غالبا غادي تكون اختها، يعني الصوره عائليه. المختصين كملوا الاجراءات وخذوا اذن من النيابه العامه، وصيفطوا الضحيه للطب الشرعي، وتم استدعاء وحده ديال الكلاب مدربه ديال الدرك الملكي او السينوتكنيه، حيث المنطقه اللي كانت لقات فيها الضحيه كانت غابه تقريبا. داكشي علاش ضروري من التفتيش، ما ربما تكون شي اداه ولا شي اثر. الفرقه فعلا داروا اللي عليها وفتشوا مزيان، ولكن للاسف ما لقاو لا اداه ولا اثر. رجعوا الدار كيستجبوا المبلغ، ولكن السيد كيقول نفس الهضره اللي قال في البلاغ. قالوا لي ولكن واش ما بالك حتى شي واحد غريب كيدور في المنطقه اللي كنتي سارح فيها الغنم ديالك؟ قال لهم لا سيدي، ما شفت حتى شي واحد كيدور تما. انا مولف كنخرج بهيماتي كل صباح بكري باش يرحوا ويسرحوا شويه، ولكن ما عمري لاحظت شي حاجه. حتى اليوم على بانت لي ديك الكرتونه بقيت شحال كنتسنى يبان شي واحد. قلت مع راسي ربما شي واحد من دوار شرا ديك ماكينه صابون وحطها تما بين ما يجيب شي كروسه ولا شي وسيله باش يوصل لدارو، ولكن راه داز ساعه وساعتين ومجحد. دخلني الشك. قلت مع راسي بلاتي نقرب ونحركها. فاش حركتها عرفت بلي فيها شي حاجه اخرى من غير الماكينه ديال الصابون. ما عرفت شنو ممكن يكون فيها، ولكن عرفت بلي ماشي ماكينه الصابون اللي فيها. بصراحه جاني الفضول بزاف وقررت نحلها ونتاكد. ملي حليت لقيت فيها ميكاهم، حتى كنت صدمت بداكشي وتخلعت وما عرفتش باش بليت. قررت نديب هيمي للدار باش ما يتوضروش ليا، وعاد جيت بلغتهم، وهادشي اللي عارفه سيدي. دارك طرحوا شي اسئله اضافيه على السيد وتاكدوا من صحه الكلام ديالو وكذلك الحجه ديال الغياب ديالو، وسجلوا ليه محضر مره اخرى وخلاوه مشى لدارو. خرجوا عناصر ديال الدار كيسولوا الناس ديال الفيلاج، كيعطيهم التصويره ديال البنت يشوفوها، ما ربما كيعرفوها، ولكن حتى واحد ما عرفها. كاع الناس كيقولوا باللي ما عمرهم شافوا ديك البنت في الفيلاج ديالو من قبل. سولهم دارك واش عارفين شي واحد اختفى ليه شي واحد. كلهم كيقولوا باللي ما عندهم حتى شي حاله ديال الاختفاء في الفيلاج ديالهم. هنا الدارك زادوا تاكدوا باللي الضحيه ماشي بيت الفيلاج، وباللي غالبا غادي تكون من شي فيلاج اخر ولا من مدينه. داكشي علاش وجدوا تقرير مفصل ووزعوه على كاع الدوائر الامنيه. التقرير كان واضح وفيه جميع المعلومات الاساسيه تقريبا. اولا فيه التصويره ديال الضحيه وفيه الاسم الكامل ديالها، حيت كيف ما قلت لكم
كانت كاتبه الاسم ديالها في شحال من مقرر ودفتر. اما بالنسبه لاكارت ناسيونال ما لقاوهاش دارك في اي مكان. التقرير فيه كذلك العمر التقديري ديالها، عاد شي معلومات اضافيه. فعلا الدوائر الامنيه ديال مدينه الرباط قدروا يوصلوا واحد البلاغ ديال الاختفاء اللي كان دار بنفس الاسم والنسب اللي في التقرير، وحتى من التصويره كانت مطابقه، وهذا الشيء كيعني بلي الاختفاء كانت من وراء جنايه اللي كبيره بزاف. البوليس صيفطوا ديكلاراسيون للدرك الملكي. العناصر فاش طلعوا على البلاغ ديال الاختفاء كيلقاو بلي الضحيه قاصر ويلا في عمرها 15 عام. كيلقاو على ان الاختفاء ديالها كان من بعد واحد الحصه دراسيه، والغريب هو البلاغ ديال الاختفاء داز عليه 5 ايام، يعني الضحيه كانت مختفيه 5 ايام قبل ما تلقى بديك الحاله. بطبيعه الحال كان تنسيق ما بين العناصر، وتم الاتصال بالعائله ديال الضحيه باش يجوا عند الناس اللي مكلفين بهذه القضيه. فعلا جاوا الوالدين ديال الضحيه اللي كانت سميتها سلوى، دخلوا كيجريو مخلوعين كيسولوا واش كاينه شي اخبار على بنتهم. عناصر ديال الدرك والشرطه القضائيه كانوا مقدرين الخوف ديال الوالدين على بنتهم، ولكن كان ضروري يطرحوا عليهم شي اسئله اساسيه قبل ما يبلغوهم، حيت الا بلغوهم راه ممكن يبقاو كيتسنوا وقت طويل بزاف بين ما يستوعبوا الصدمه. ولكن وتقول واش بغاو يقولوا شي كلمه قبل ما يعرفوا واش كاين شي اخبار على بنتهم. الام مسكينه كتبكي وكتقول للشرطه واش لقيتوا لي بنتي سلوى، خير قولوا لي واش لقيتوا بنتي سلوى. كانت باينه في الوالدين بلي حاسين بشي حاجه، حيت راه 5 ايام ديال الاختفاء ماشي سهله. 5 ايام وهي مختفيه ديك الدريه، يعني طبيعي يكون عندهم توقع باللي بنتهم تعرضات لشي حادث ولا شي حاجه. ولكن باش يتوقعوا باللي بنتهم تصفات لها، هذه هي اللي ما طاحش لهم على البال نهائيا. ممكن كاع تكون هربات مع شي واحد، ما تخيلوش نهائيا باللي بنتهم طرات لها داكشي علاش ضروري خاص العناصر يمهدوا لهم خير بالتي هي احسن باش ما توقعش لهم شي حاجه بسبب الصدمه. الشرطه عرفوا باللي واخا يحاولوا مع الوالدين حتى يعيا راه ما غادي يعطيهم حتى شي معلومه، ما حدهم باقي ما عرفوش شي اخبار على بنتهم. داكشي علاش العناصر حاولوا يمهدوا لهم ويبلغوهم بالقضيه. ولا بغيتوا فكره على كيفاش مهدوا لهم غادي نحطكم في الصوره. بقى واحد الشرطي كيحاول يمهد وقال لهم بصراحه هاد الظروف اللي لاقاتنا راه فعلا مؤسفه، ولكن بغيتكم تعرفوا باللي حنا درنا اكثر من جهدنا. بقينا متبعين الملف ديال الاختفاء ديال بنتكم سلوى، وبقينا متبعين بشكل يومي درنا جهدنا كامل غير باش لقاو شي خيط اللي وصلنا لها وهي في حاله جيده. ولكن اش غادي نقول لكم اسيدي، راه اللي كتب الله هي اللي كتكون، سواء بغينا ولا ما بغيناش. هنايا الوالدين بحال يبداو كيفهموا شنو بغى يقصد الضابط، ولكن ما كانوش بغاو يقولوا داكشي اللي جا في بالهم. يعني واخا هما حاسين ولكن كيحاولوا يهربوا من ديك الكلمه اللي غيقولها. ناضت الام بقات كتبكي وقالت لي ياك ما وقعت شي حاجه لبنتي. قال لها غير بشويه عليك لالا، راه سلوى بنتنا حتى حنا، غير جلسي عافاك. ولكن راه الا ما كنتوش شادين في راسكم اذا راه ما غادي نقول لكم والو، ما غادي نقدر نقول لكم حتى شي حاجه. هنايا قال لي الاب خير قول سيدي شنو وقع لبنتنا. كيقول ضابط راه بنتكم كانت ما بين الحالات اللي شغلاتنا بزاف وكان بالنا معاه، ومؤخرا توصلنا لشي معطيات من الفريق ديال البحث والتشخيص. للاسف الامور اللي لقيناها راه كتشير بشكل واضح على ان القضيه صعيبه، وإلا كنتو قادرين تسمعوا شنو اللي وقع قولوا لي باش نقول لكم اللي كاين. الام في ديك اللحظه فهمات كلام الضابط وبقات غير كتبكي وما بقاتش طرحات حتى شي سؤال، حيت اصلا من الاول كانت باينه فيها حاسه بلي شي حاجه وقعت لبنتها. اما الاب واخا كان مصدوم ولكن كان قرر يسمع الجمله بشكل واضح من الضابط. يجي نيشان قال لي غير قول لينا اللي كاين سيدي. هنيا فين قال لهم الضابط بنتكم سلوى الله يرحمها والله يبدل محبتها بالصبر. الاب جلس وشد في راسه وبقى كيقول لهم شنو اللي وقع لها. قال لي الضابط للاسف صفى على شي واحد. الاب بقى كيطلب بالتفاصيل، ولكن الضابط قرر انهم يقول لهم والو على الحاله ديال بنتهم حتى يستوعبوا بعدا بلي تصفات ليها. خلاو لهم وقت يستوعبوا باش من بعد يدوا الاب المستودع يتعرف على بنته، وهذا راه اجراء اللي ضروري. ولكن بطبيعه الحال كتكون فيه مراعاه الحاله نفسيه ديال العائله ديال الضحيه، يعني التعرف كيكون على الوجه فقط وما كيبينوش لهم شي حاجه اللي تفجعهم واخا كاع يكون الراس ديال الضحيه. ولكن المختصين كيغطيو كل شيء وكتبان شتى بحال كامله، حيت في بعض الحالات ممكن العائله ديال الضحيه يستوعبوا بلي تصفات لها ولكن ما يستوعبوش الحاله ديال اللي شافوه فيها، يعني ممكن يحماقوا ولا يتوقع لهم اي حاجه. داكشي علاش الشرطه كياخذوا كاع الامور بعين الاعتبار باش يحافظوا على الكرامه ديال الضحيه وعلى المشاعر ديال العائله ديالها، وهذا راه كيبقى تصرف انساني قبل ما يكون اجراء اللي قانوني. اما في حاله كانت الضحيه مشوه في الملامح ديالها تماما
الاداره كتعفى العائله ديالها من هذه القضيه ديال التعرف على الجثه، وكيدوزوا الشرطه مباشره الادله البيولوجيه من DNA ومن غيرها. نرجع للقضيه. الشرطه لاحظوا في البلاغات ديال الاختفاء باللي الوالدين ديال الضحيه كيأكدوا باللي بنتهم ما عمرها تغيبات على قرايتها نهائيا، ولكن كيقولوا باللي فاش مشاو سولوا عليها صاحبتها قالت لهم باللي قراو من الصباح حتى 12، وباللي كان الوقت اللي ما بين 4 و6 ديال العشيه خاوي عندهم، حيت الاستاذ الفرنسي كان غايب. يعني من 4 حتى ل 6 ديال العشيه كان عند الضحيه خاوي، ما كانش قاريه في ذاك الوقت كامل، حيت كان تعلق الاعلان ديال الغياب وقراو كاع التلاميذ بما فيهم الضحيه. هاد التفاصيل جاو في بلاغ ديال الاختفاء. مشاو عناصر الشرطه القضائيه حتى الثانويه وبقاو كيسولوا على المدير والاستاذ وحتى التلاميذ. ربما يكون شي تلميذ ولا تلميذه لاحظوا شي حاجه على ديك الدريه سلوى. ربما تكون اخر مره شافها شي تلميذ، مشات مع شي شخص غريب مثلا. كاع الاحتمالات كتكون وارده، ولكن الغريب ان حتى واحد ما لاحظ شي حاجه اللي ماشي هي ديك. اولا الاداره كتاكد بلي البنت ما عمرها تغيبات على قرايتها، وكاع الاستاذات ديالها قالوا نفس الهضره، كياكدوا بلي البنت مجتهده بزاف ومركزه غير في قرايتها، كيقولوا بلي ديما هي الاولى في القسم. اما التلاميذ كيقولوا بلي سلوى كان ظريفه وبعيده على الصداع، وما عمرها شافوها مع شي شخص غريب نهائيا، وباللي ديما حاضره لقرايتها وما عمرها غيبات وما عمرها خرجت من الحصه قبل الوقت ولا جات معطله. كاع التفاصيل جات في الاقوال ديال الاداره والاساتذه والتلاميذ. الشرطه بطبيعه الحال داوم معاهم باش يسجلوا محضر اللي رسمي. الشرطه سولوا كل واحد امتى اخر مره شافوا الضحيه. كيقول واحد الاستاذ باللي قرات عنده مع الصباح، وباللي كانت حصه جيده الاستاذ الفرنسيه. الشرطه فسولوا الاستاذ الفرنسيه قال لهم باللي هو كاع ما حضر اصلا في داك النهار اللي تغيبات فيه البنت. قال لهم انا كنت خديت اذن من الاداره بالغياب، وكانوا الاداره حطوا الاعلان التلاميذ. الشرطه فسولوا اقرب صديقه للضحيه كتقول في النهار اللي اختفت فيه صاحبتي سلوى كانت قرات معايا من الصباح حتى 12 العشيه، وفاش خرجنا من الحصه كنلقاو ورقه ديال الغياب ديال الاستاذ معلقه في واحد البلاصه مخصص للاعلانات ديال الاداره. مشينا جلسنا شويه في الساحه، انا غفلت غير شويه، وفاش جيت نشوف فين هي صاحبتي لقيتها اختفات. ما علمتنيش باللي غاديه للدار، بقيت كنقلب عليها تما وصولت شي تلميذات ولكن كاع ما شافوها كاع. تسنيت حتى عييت ومشيت بحالاتي لدارنا. قالوا لي الشرطه واش عمرها هضرات لك على شي واحد، واش كانت على علاقه مع شي تلميذ ولا شي شخص غريب؟ كتقول صاحب الضحيه لا نهائيا، صاحبتي محترمه راسمه ولازمه حدودها، وما عمرها كانت على علاقه مع شي شخص غريب ولا مع شي تلميذ. صديقه ديال الضحيه كانت كتهضر وكتاكد كلامها، كتقول باللي عارفه كل شيء على صاحبتها سلوى، وباللي ما كانت كتعرف حتى شي واحد بالسر. هنا غادي يجي الدور ديال العائله ديال الضحيه في الاستجواب. شنو كيقولوا والديها؟ كتقول الام بنتي سلوى كانت ديما فيما تخرج من الثانويه كتمشي جهه الاعداديه تسنى ختها صغيره باش تجي هي وياها للدار. ديما كيمشيو لقرايتهم بجوج ويرجعوا بجوج، حيت الثانويه والاعداديه كانوا قرا، وحتى الاوقات ديال الدراسه كانوا متقاربين. واحد النهار بنتي الصغيره خرجت من الاعداديه وما لقات سلوى كتسنى فيها كيف ما موالفه. مشات للثانويه ولكن ما لقاتهاش. شافت حتى عيات وهي تجي للدار. قلت لها فين اختك سلوى؟ علاش ما جاتش معك؟ قالت لي يسحاب لي سبقاتني للدار حيت كاع ما لقيتها كتسناني، وحتى من الثانويه مشيت لها وما لقيتهاش تما. الشرطه قالوا الام واش ما كانش عسلوى شي تليفون؟ قالت لهم لا سيدي ما عندهاش تليفون. قالوا لي واخا كمل لا شنو درتي من بعد؟ كتضيف الام مشيت عند واحد صاحبتها قريبه لها وكتقرا معاها، سولتها على بنتي سلوى واش جات عندها، قالت لي بلي اصلا من 12 النهار ما بقات شافتها. قلت لها علاه ما قريتوش اليوم ولا كيفاش؟ قالت لي باللي قراو غير مع الصباح وكانت معاها بنتي سلوى، ولكن الاستاذ الفرنسي ما جاش. مشاو جلسوا شويه في الساحه هي وبنتي وشي تلاميذ اخرين، ولكن في هذه اللحظه ما بقاتش بانت لها بنتي سلوى. قلبات عليها وسولات ولكن والو. كتضيف الام انا سيدي تشوشت بزاف على بنتي، صونيت للزوج ديالي وعلمته باللي بنتي ما رجعش للدار. فعلا رجع الزوج ديالي للدار وشرحت ليه كل شيء، وخرج كيقلب ويسول عليها في كاع الحومه ولكن حتى واحد ما شافها. وتما فين مشى ديكلار باختفاء ديالها. الشرطه استجوبوا كذلك الاب وقال نفس الهضره اللي قالت الام. سولوا واش عمر البنت تشكات اليوم من شي واحد؟ قالوا باللي معمرهم تشكات اليوم وما كانت عندها حتى شي عداوه مع شي واحد. غريبه هذه القضيه، شكون صفها هذيك البنت بديك الطريقه؟ ما يمكنش يكون الدافع هو الشفره، حيت البنت اصلا ما كان عندها ما يتشفر، ما كان عندها لا فلوس ولا حتى التليفون، ولا بغينا نقولوا تصفيه حسابات. شنو كاع النوع ديال الحسابات اللي غادي يكون مع البنت اللي غير صغيره؟ شنو كاع غادي تكون دارت حتى تصفات لها بديك الطريقه؟ قضيه كتبان غامضه حتى من الطريقه باش تصفات لها.
راه كانت غريبه. خلينا نذكر شويه من التقارير ديال الطبيب الشرعي، حيت اللي جيت ندخل في التفاصيل راه صعيب باش نوصف كل شيء. كيقول الطبيب الشرعي اولا البنت تعطاها منوم قوي ومجهد، وكان من الفئه اللي كتاثر على الجهاز العصبي المركزي. الطبيب بطبيعه الحال ذكر نوع ديال المنوم. البنت دخلت في واحد الحاله من الغيبوبه الجزئيه في وقت اللي قصير واللي ما كيتجاوز 10 ديال الدقائق، يعني ما كانش دماغها قادر يدير حتى شي رده ديال الفعل. من بعد فقدات البنت الوعي ديالها، عاد دازو الجونه المرحله الثانيه واللي كانت مجهوله تماما. عطاو البنت وكثروا لها، يعني الجرعه ما كانتش مضبوطه، الشيء اللي اثر بزاف على الدوره الدمويه ديال الدريه وكذلك التنفس ديالها. عاد تم فتح جرح عميق على مستوى البطن ديال الضحيه، جرح غارق لدرجه انه اخترق الجلد والعضلات، وصل الطبقه الداخليه من البطن. كتبان بحال شي عمليه جراحيه اللي ما كان معها لا تعقيم ولا ادوات طبيه، والاسوأ انهم خلوا الجرح كيف ما هو، الشيء اللي سبب على الضحيه نزيف خفي ماشي نزيف حاد. والسبب هو ان الجسم ديال الضحيه كان في واحد الحاله اللي شبه غيبوبه. عاد المنوم والبنج اللي كان زايد ما خلاش الدوره الدمويه تقاوم، ولكن النزيف بقى مستمر بشكل اللي خفي وبطيء. الوقت كيدوز والتنفس كيمشي تدريجيا، ومن بعد ساعات قليله توفى الضحيه. طريقه ديال التصفيه غريبه ومجهوله، حيت الطبيب ما لقى حتى شي عضو ناقص من الضحيه، الشيء اللي ما عطى حتى شي تفسير لهذاك الجرح اللي في بطن ديال الضحيه. كيدير الطبيب بلي البنت ما تعرضت لحتى شي اعتداء، ولكن من بعد الوفاه ديالها جونا ردوها عباره عن اضراب باسلوب عنيف وغريب. اما التاريخ ديال الوفاه ونفس النهار اللي اختفت فيه غادي تكون تصفات لها مع 7 ديال العشيه تقريبا. قضيه غريبه وكتخلع، قد ما كانوا الاسباب مجهولين قد ما كانت القضيه معقده اكثر. الشرطه ما خلاو شي واحد ما استجوبوه، مولي الحوانت ديال الحي اللي ساكنه فيه وكذلك اللي جاو قراب الثانويه استجبوا كذلك العساس ديال الثانويه، ولكن للاسف والو، حتى شي واحد ما ضاف شي معلومه. تخيلوا معايا باللي دازت مده ديال 4 ديال الشهور، 4 ديال الشهور كامل، وجونا كأن الارض شقاته بالعاتم. ولكن كيف ما كنقولوا ديما الروح عزيزه عند الله. واحد النهار غادي يدخل واحد الراجل وبنتو عند البوليس باش يقدموا واحد الشكايه. تخيلوا معايا باللي كلام اللي غادي يقولوا غادي يقلب القضيه 180 درجه. كلام اللي غادي يقولوا ما طالع حتى شي واحد على البال كاع. البوليس قالوا السيد فاش نقدروا نساعدوك السيدي؟ قال لي ما دي بنتي في عمرها غير 16 عام، قالت لي شي هضره اللي ما عجبتنيش نهائيا، تشوش عليها وقررت نجي نتشكى من واحد الشخص. قالوا لي البوليس واخا سيدي شرح لينا من الاول عافاك وديك الشيء بتدريج، ما تزربش في الكلام باش نقدروا نفهموك ونستوعبوا شنو اللي وقع. قال لهم بنتي، قالوا لي مالها؟ قال لهم بنتي قالت لي اليوم باللي الاستاذ ديالها اقترح عليها تجي يزيد ليها السويع حيت ضعيفه شويه في هاد الماده. فسولتها فين؟ قال لها باللي كيزيد سويع لبعض التلاميذ والتلميذات في الدار ديالو نيت، وباللي داك النهار نيت غادي يجيو عندي شي تلاميذ واقترح عليها تجي حتى هي. بنتي ناضت قالت شي تلاميذ باللي الاستاذ فلان كيزيد سويع. ناضوا مشاو عنده قالوا لي استاذ واش كدير سويع؟ قال لهم لا ما كندير لا سويع لا والو. البوليس سولوا البنت قالوا لها واش الهضره اللي قال باك كاينه بنتي ولا لا؟ قالت لهم اي فعلا هاد الهضره بصح. قالوا لها اذا شرحي لنا انت شنو اللي وقع وشنو اللي خلاك خفتي من داك الاستاذ وشكيتي فيه. قول لنا بعدا في اش من ثانويه كتقراي؟ كتقول البنت كنقرا في الثانويه الفلانيه سيدي. اللي لفت الانتباه ديال البوليس هو ان البنت طلعت كتقرا في نفس الثانويه اللي كانت كتقرا فيها الضحيه سلوى. هنا البوليس فهموا باللي القضيه كبيره، قالوا لها شنو سميت الاستاذ اللي قال لك باللي كيزيد سويع ومعاش دار معاك تجي لعندو؟ قالت لي الاستاذ فلان ديال الفرنسي دار معايا نجي غدا مع 4 ديال العشيه، وقال باللي غادي يجيو عنده شي تلاميذ اخرين، ولكن راه سولت شي دراري واش كيديروا السويع قال لهم لا. داكشي علاش شكيت فيه، حيت انا عمري نسيت التلميذه سلوى اللي اختفت في ظروف غامضه وتصفات ليها، كانت كتقرا معايا عند نفس الاستاذ. البوليس فهموا باللي راس الخيط مش حتى لعنده، ولكن راه باينه باللي الاستاذ ذكي ومحال يكون خلى شي دليل وراه. انا ما قلتش دابا باللي كنشك فيه، ولكن غير فرضيه. بقاو كيسولوا البنت قالوا لها فاش طلب منك غدا تجي تزيدي السويع مع 4 باش جاوبتي انت يا بنتي؟ قلت لي صافي الا كان عندي وقت راه نقدر ندوز. قالوا لها برافو عليك يا بنتي، مزيان من ما رفضتيش. فين دار معاك تلاقاي معاه؟ قالت لهم دار معايا نتسناه في البلاصه الفلانيه وقال باللي غادي يدوز يديني بالسياره ديالو. هنا البوليس قالوا البنت دابا انت خاصك تعاوني معنا باش نشدو متلبس، حيت اكيد الا مشينا دابا واعتقلناه راه ممكن ما نلقاو ضدو حتى شي دليل. داكشي علاش ما خصناش نغامروا. واش تقدري تعاوني معنا نشدو متلبس؟
البنت قالت لهم واخا، ولكن شنو المطلوب مني بالضبط؟ قالوا لها المطلوب منك تمشي معاه كيف ما طلب منك، وما تخافيش راه حنا غادي نكونوا كثار وغادي نتبعوك فين ما مشيتو. البنت وافقات وما كان عندها حتى شي مانع. الشرطه تواصلوا مع الاداره بشكل سري ولقاو باللي فعلا داك الاستاذ شاد شهاده ديال الغياب عاوتاني. تما فين زادوا الشرطه تاكدوا من النوايا ديالو. جا نهار المعلوم، البنت طلعت مع الاستاذ تحت الرقابه ديال الشرطه القضائيه فيما داروا كيتبعوهم الشرطه. واحد الوقت صافي بعدوا من المدينه ودخلوا المنطقه اللي تابعه للدرك الملكي. الاستاذ بقى غادي والشرطه تابعينه حتى كيبان لهم دار وما يتبعوه. شويه هو يبلاصي طوموبيلته حدا واحد الدار ونزل غير بوحدو. هز التليفون ديالو بقى كيهضر. شويه هو يخرج ليه واحد الشخص من ديك الدار، سلم عليه وبقاو واقفين مجمعين عادي كأن شيئا لم يكن. الاستاذ كيتصرف بواحد البروده اللي كتخلع، مجمع وكيضحك بحال اللي كاع ما خاط تلميذه صغيره. في ديك اللحظه قرروا الشرطه القضائيه والدرك الملكي وكاع العناصر قرروا انهم يدخلوا على وجه السرعه، حيت اصلا كانوا مخططين باش البنت ما تنزلش من السياره نهائيا، يعني مستحيل يخلوها تدخل شي دار. وفعلا داروا كاع العناصر بديك الدار وطوقوها وكانوا هازين الحديد الثقيل الطبيقه. في ديك اللحظه الاستاذ تخلع وهو داك الشخص وما عرفوا باش تبلاو. بداو كيجريو باش يهربوا، ولكن الشرطه والدرك ما خلاو لهم حتى فجوه مناش يهربوا. تصدفوا لهم العناصر بحال شي صول، شدوهم وداروا لهم مينوط وطلعوهم صافي. مشاو شي عناصر عند البنت هي الاولى، كيلقاوها مغيبه وطايحه حداها كاس كان فيه شي عصير، يعني الاستاذ عطاها منوم باش توصل ديك الدار فاقده الوعي ديالها تماما. مباشره غادي يتاكدوا العناصر من تنفس ديال البنت، ومن حسن الحظ انها ما كملاش العصير، يعني ما خداش جرعه كبيره من المنوم وكان التنفس ديالها مزيان. ومع ذلك صيفطوا مع العناصر ديالهم المستشفى باش يتاكدوا من السلامه ديالها اكثر. فداك الوقت كانوا الشرطه والعناصر الاخرين اقتحموا ديك الدار، والصدمه كيلقاو 4 ديال الاشخاص اخرين. القضيه طلعوا فيها جروب الكبير، جروب اللي متكون من 6 الافراد بما فيهم الاستاذ. داكشي اللي غادي يلقاو العناصر في ديك الدار كيخلع، كيلقاو شي حوايج اللي خايبين بزاف، كيلقاو دماء قديمه محتفظين بهذوك الاشخاص، ولقاو شي حاجه بحال خريطه فيها علامات وطلاسم، ولقاو حاجات اخرين ولكن لا داعي لذكر التفاصيل. تم الاعتقال ديال دوك الوحوش اللي في الصفه ديال الانسان واعترفوا مباشره حيث حصلوا متلبسين. كيلقاو بلي الضحيه الاولى كانت زهريه وبلي صفوا لها باش يخرجوا الكنز، وكذلك البنت الثانيه كانت غادي تكون هي الضحيه الثانيه ديالهم. كيقولوا بلي حتى هي زهريه وكانوا ناويين يصفوا لها بنفس الطريقه. والحمد لله اكتشفت القضيه قبل ما يمشيو فيها الضحايا اخرين. كنحيوا البنت على الذكاء ديالها حيت قدمت لجنات الشرطه على طبق من ذهب. البنت اللي ذكيه وقدرت تفهم بلي الاستاذ ناوي على شي حاجه، وحتى التصرف ديال الاب ديالها كان ذكي، حيت كون شي واحد اخر راه ممكن يتعصب ويمشي يسب الاستاذ ويقول لي اش بغيتي عاد بنتي. تما فين غادي ياخذ الاستاذ الاحتياطات ديالو ويدير جنايات اخرين اكثر. ولكن داك الراجل كان ذكي، دبنتو البوليس وقال لهم على الشكوك ديالو. داكشي علاش كان عنده دور مهم في حل اللغز ديال هذه القضيه، وكذلك بنتو كان عندها اكبر دور في حل ديال هذه القضيه ديال اليوم. تقدموا الجناة امام قاضي التحقيق واعترف كل واحد فيهم بداك الشيء اللي كان كيدير. الاستاذ كيقول انا كنت كنقلب على شي علامات في التلاميذ ديالي وكانوا العلامات باينين في الضحيه الاولى. استدرجت بحجه اني كنزيد سوايع، وبما اني استاذ ديالها تهقت فيا درت معاها وديتها بالسياره ديالي، عطيتها عصير في المنوي ووصلتها ديك الدار وهي مغيبه. ومن تما سالت المهمه ديالي انا وبدات المهمه ديال فلان وفلان. يعني كانوا جوج من داك الجروب اللي كيشاركوا في الطقوس اللي ما يمكنش نذكرها لكم، ولكن كنظن باللي الصوره راه واضحه. دوك الاخرين اعترفوا بالاعمال الوحشيه اللي داروا الضحيه، ومنهم واحد متكلف غير بالبنش، وجوج هما اللي كيكملوا في الجنايه حتى الاخر، وجوج اخرين كيتكلفوا بالتخلص من الضحيه. وكانوا جوج فيهم هما اسوأ افراد في داك الجروب بحسب داكشي اللي كانوا كيديروا. قاضي التحقيق فاش كمل معاهم التحقيق وشاف الادله الثابته في حقهم حال القضيه للمحكمه، وتحكموا 4 ديال الافراد يبقاو مشدودين مدى الحياه، ومنهم الاستاذ نيس. وتحكموا جوج اللي قلت لكم اسوء وحدين من الناحيه الوحشيه تحكموا بالقنب، وما بغيتش نقول مع وقف التنفيذ حيت القنب وقليله عليهم. العبره من هذه القضيه هي الثقه ما كايناش، راه ما كاينش شي حاجه سميتها كتزيد سوايع في داري. وهذا الكلام موجه للتلاميذ بشكل اللي خاص، كل حاجه عندها ضوابط وعندها حدود. ما نحط رجلي حتى نعرف فين حطيته وعلاش، وهذه القضيه خير ودليل على هذه الهضره. عموما الله يرحم البنت اللي مشات ضحيه في هذه القضيه والله يصبر والديها. سلوى مشات والله يجازيها على البراءه ديالها ويرزقها الجنه بلا حساب. ولكن القصه ديالها كتبقى وصيه في الدنيا لكل فتان. خاصنا نردوا البال ونعلموا ولادنا ان الحذر راه ماشي خوف، والثقه ما كتعطاش للناس كتربح. الله يرحمها ويجعلها
سبب صحوه ديال الناس بزاف. كما قلت لكم قصه كتبقى غير قصه، والاهم شيء هي العبره. تنال الخوت كتسالي قضيه ديال هاد النهار وحلقه ديال هاد النهار. نتلاقاو في حلقه اخرى وفي قضيه اخرى ان شاء الله. تهلاو في راسكم.